اكيد عملت ترقيم قبل كده وجيت تلغي جزء من الرو اللي عندك زي كده من رقم 6 لرقم 10، ولما لغيت لقيت ان الترقيم عندي باظ. لقيت ان الترقيم بدل ما كان 4 5 6 المفروض يتعدل لقيته بقى 16، وهتضطر ان انت تعدله يدوي. نعملها ازاي بطريقه سهله ونخلي الترقيم عندي دايناميك؟ هنيجي هنا في السله دي هقول ايكوال وهستخدم الفانكشن اللي اسمها رو. هلاقي عندي قوس اتفتح هنقفله وهنعمل ماينس وهنستخدم فانكشن رو تاني وهنحدد اسم الكولوم بتاعي وهندوس على F4 مرتين علشان نحررها ونقفل القوس. وهنيجي هنا ان احنا نطبق الفانكشن دي او الاوبريشن اللي احنا عاملينها دي على الكولوم كله. بندوس هنا مرتين او باي طريقه تانية من اللي سبق شرحها. هنلاقي ان الترقيم اتعمل كده. تعالوا نجرب ان احنا نلغي من الرو رقم 6 للرو رقم 9. هنلاقي ان الترقيم هنا ب 4 15 هنا 4 5. بطريقه سهله قدرت اعملها وحافظت على الترقيم بتاعي ومش هحتاج ان انا اغيرها يدوي بعد كده.